أنا إحساسي إن الوقت ابتدى يقل وهم في التراوح. ادير الوقت ازاي او ادير اليوم ازاي؟ الحته اداره الوقت دي هقول لكم تريكايه فيها مهمه قوي وتقدر تستخدمها عموما في حياتك في اي حاجه، مش شرط وقت الامتحانات. وان الفكره مش في اداره الوقت، فكره في اداره طاقتك. الوقت كده كده بيمر، وكده كده لو حطيت مليون خطه ممكن تيجي اساسا كمان شويه انا هبط، تيجي كمان شويه انا مش قادر اكمل، تيجي وقت الظهريه انا حاسس ان انا عايز انام، تيجي وقت العصريه انا احبط ونفسيا مش قادر. اداره حسب الطاقه، شخصية اداره الطفل نفسه. الطاقه ان انت تقدر تدرك، يكون عندك وعي وادراك بطاقتك. او احنا بنشتغل ببطاريات الناس برضو من الحاجات الخطيره جدا. انت دلوقتي انت بتشتغل بالطاقه الحيويه، طاقه جسمك، فانت ما بتنامش. خير تشتغل بالطاقه الشمسيه، يعني هتشحن بالطاقه الشمسيه وتشتغل يعني، ولا مش فاهم؟ انت ذهنيا انت يعني مش قادر تتكلم اصلا، مش فاهم انت هتحل بايه. فالناس دايما بتلاقيها بيعملوا عكس الحاجه اللي المفروض تتعمل. يا ذهنيا مشوشين، طاقيا يا عيني تلاقي الطالب من دول مش قادر عمال يذاكر. طب يا حبيبي ذاكر ليه؟ ما انت مش قادر تذاكر، ادخل الامتحان مش نايم، طب هتحل ازاي؟ يبقى انت لازم تلعب على كل حاجه صح. طب ادي لك تريكايه فيها، وقت ما تكون صاحي من النوم اخطف نص ساعه، افطر وظبط حاجتك كلها وترتيباتك وكله، واضرب غطس في قلب مذاكرتك، ابدا ذاكر على طول. ليه؟ ده اكتر وقت معدل تركيزك فيه عالي، نشاطك عالي، ده طاقتك على مدار اليوم عشان تعرف تلعب فيه صح. مختلف مستوى الطاقات من شخص للتاني، من شخص للتاني ومن وقت للتاني ومن حاله للتانيه. فلذلك بقول لك اول حاجه الوعي بطاقتك انا عامل ازاي. فما تجيش اول يوم تكون طاقتك فيه عاليه تقعد تضيعها في حاجه تافهه، تقعد تلف حوالين نفسك. القط ساعتين ثلاثه وانت مصحصح، هتبدا بعد ساعه ساعتين ثلاثه مستوى طاقتك بدا ينخفض. الناس بتعمل ايه؟ بتقعد تذاكر برضه. طب انت كده خلاص، انت كده عمال تدخل المعلومه فين؟ في بلوك، في منتال بلوك حاصل، ما استفدتش حاجه. خد بريك. لما تاخد بريك وتاخد نفسك وتغير القعده اللي انت قاعدها، ممكن تاخد دش كمان، مستوى الطاقه يبدا يرجع تاني، وابدا ان انا اذاكر. وقت الظهريه مش قادر بعد 6 7 ساعات مذاكره، ستوب، خد لك قيلوله ساعتين، هتصحى مستوى الطاقه بتاعي عالي تاني، وهكذا. يبقى الذكاء مش في اداره ايه الوقت، ولكن في اداره الطاقة.